السلام عليكم. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كيكة التفاح بالمكسرات. كتجي رائعة ومعلكة ولذيذة، مقادير بسيطة، فكنتمنى هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 3 ديال البيضات، كنحتاجو كاس معمرش ديال السكر باش متجينا شي حلوة بزاف، كنحتاجو ساشي ديال سكر فاني. كندير السكر مع البيض وكنخلط غير بالضرب اليدوي. كنزيد ساشي ديال سكر فاني وكنخلط مزيان. كنخلط ديك البيض والسكر مزيان. وكنضيف كاس معمرش ديال الزيت وكنخلط. كنضيف كاس ديال الحليب اولا ياغورت يكون طبيعي اولا ياغورت بنكهه اللي بغيتو، ولا الحليب. انا كان متوفر عندي الحليب، درت كاس ديال الحليب عامر. وكنضيف الطحين كنضيف الطحين على حسب الخليط. وكندير ساشي ونص ديال خميره الحلوى وكنخلط مزيان. حتى نحصل على القوام بحال هيدا، كيكون الخليط ما قاصحش بزاف وماشي خفيف بزاف. هنا انا غنديرو في هذا المول ديال الزاج اللي دهنته بشويه ديال الزيت ورشيت فيه الدقيق، وغندير الخليط ديالي وغنكب فيه الخليط. هنا قشرت 2 تفاحات اللي قطعتهم على قطع صغيورين وكنديرهم فوق ديك الكيك اللي حضرت. هنا تقدروا تضيفوا مكسرات اللي بغيتو، الزبيب، الكركاع، اللوز، الشكلاط. هنا انا كان متوفر عندي قطعه ديال الشوكولا هكا قطعتهم وضفت فوق منه اللوز. هادشي اللي كان متوفر عندي، تقدروا تضيفوا اللي بغيتوه فيه، كيجي رائع هاد الكيك ما تشبعوش منه.
صافي غندخلها الفران. غندخلها طيب لي من التحت، طيب لي مزيان عاد نشعلها من الفوق تحمر. هنايا من الفوق ضفت على ديك ساشي ديال سكر فاني على ديك التفاح، كيعطيه واحد المذاق اللي رائع. وهنا بعد ما طابت لي هي سخونه، دهنتها بالكونفيتور، اي كونفيتير عندكم، كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي رائعه في المذاق، معلكه خطيره، وكتجي مفشفشه. هانتوما خطيره في المذاق، وشي حاجه اللي سهله ولذيذه. فكنتمنى هاد الوصفه اللي شاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك والاشتراك في القناه وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. تلاقوا في وصفات اخرى ان شاء الله، في امان الله.